هذه إذاعة إرنا. المستمعات والمستمعين الأفاضل متابعي إذاعة أرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 23 من أكتوبر. نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، وضمن برنامج متابعة يقدم الزميل أحمد شريف الجزء الثاني من المقابلة التي أجراها مع الأستاذ عبد الرحيم خليفة محمود متناولا سيرة الشهيد البطل محمد نسور. قبل ذلك مستمعي ومستمعاتي الأفاضل يقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. ناشطون إريتريون في أستراليا ينتقدون شركة دنكلي للتعدين. جدل حاد حول الهجرة في فرنسا. رئيس وزراء السودان يصدر قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في فض اعتصام القيادة العامة. كانت هذه مستمعي ومستمعاتي الأفاضل عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرينا. هذه إذاعة إرنا. أكد الناشطان الإريتريان المقيمان في أستراليا الأستاذ محمد عمر والأستاذ صالح عبد الرحيم بأن الإريتريين ينتقدون بشدة شركة دنكلي الأسترالية والعاملة في مجال التعدين في محيط منطقة كولولي في ضواحي منطقة بدة بإقليم جنوب البحر الأحمر. وقال الناشطان بأن الشركة تمارس التعدين دون مراعاة حق الشعب الإريتري في معرفة أرباحها ونشاطها، إضافة إلى استخدامها للسخرة عبر تشغيل مجندي الخدمة الإجبارية. وقال الناشطان بأن الشركة إذا لم تراعي حقوق ومصالح الشعب الإريتري فإنها سوف تواجه المساءلة القانونية، حيث يمكن للمتضررين من أنشطتها رفع دعوى قضائية ضدها. وهب الناشطان بالمتضررين من أنشطة الشركة من جماعات وأفراد التقدم بشهاداتهم حتى يتم التعامل معها بشكل قانوني. الجدير بالذكر بأن شركة دنكلي الأسترالية وقعت عقدا مع الحكومة الإريترية في عام 2010، وذلك بغرض استخراج البوتاس من ضواحي منطقة بدة، والتي تعتبر من أغنى المناطق في العالم بهذا المعدن التجاري. وبلغ رأس مال الشركة حوالي 200 مليون دولار، وتحصل الشركة على 50% من عوائد بيع المنتجات، بينما تحصل شركة التعدين الإريترية والتابعة لوزارة الطاقة والتعدين على نسبة 50% المتبقية. وأكد الناشطان بأن معظم أنشطة شركة التعدين في إريتريا لا تتسم بالشفافية، حيث لا يعلن عن الاكتتاب العام لاسمها أو أرباحها السنوية. ومن المتوقع أن تبدأ شركة دنكلي التصدير في عام 2022، ومن المتوقع أن تكون عائدات مبيعات البوتاس بالمليارات من الدولارات. تشهد فرنسا هذه الأيام جدلا حادا حول أزمة الهجرة في البلاد، واتهم أعضاء في حزب الرئيس مانويل ماكرون بانحيازه إلى الطروحات اليمينية فيما يتعلق بالهجرة، وذلك بعد إبدائه لتشدد واضح حول قوانين الهجرة التي يؤيدها. وكان الرئيس قد بدأ زيارة إلى جزيرة مايوت والتي تتبع فرنسا، والتي تقع إلى الجنوب من القارة الأفريقية بالقرب من جزر القمر، حيث جاءت الزيارة على خلفية تزايد المهاجرين إلى تلك الجزيرة. أما في العاصمة والمدن الأخرى فتشهد تزايد أعداد اللاجئين تحت الجسور ومحطات القطارات، حيث أن القوانين الفرنسية تتشدد في إيواء اللاجئين، مما يضطرهم إلى المبيت في الحدائق والطرقات. وتنتقد منظمات حقوق إنسان أوروبية وفرنسية الإجراءات الفرنسية المتعلقة بالتعامل مع اللاجئين، وتصفها بأنها غير إنسانية. وكان البرلمان الفرنسي قد ناقش مسائل الهجرة، وقال وزير الداخلية بأن وزارته سوف تتخذ إجراءات أكثر تشددا ضد المهاجرين. أما اليمين الفرنسي فيتهم الحكومة بالليونة في التعامل مع قضايا الهجرة، ويتخذ المئات من المهاجرين ومن ضمنهم إريتريون الحدائق والجسور العامة أماكن للنوم منذ فترات تصل إلى ما يزيد عن السنة والسنتين. أصدر رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك قرارا حكوميا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة، والتي حدثت في فجر 3 من شهر يونيو الماضي.
ورسم القرار الوزاري اختصاصات ومهام اللجنة في تحديد مرتكبي المجزرة سواء بالتحريض أو المشاركة أو الاتفاق الجنائي، بما يشمل عمليات القتل والانتهاكات الأخرى، مع تكليف اللجنة بحصر الضحايا والمفقودين والجرحى وتحديد الخسائر المادية والمتضررين من المجزرة. وأعطى القرار اللجنة حق استدعاء أي شخص للشهادة أمامها، وحق طلب أي معلومات تساعد في التحقيقات، بما يشمل محاضر التحقيق والتقارير الطبية والأمنية وإعادة تشريح الجثث ودخول أي مكان بغرض إجراء التحقيقات اللازمة. هذه إذاعة إرنا. بهذا الخبر من الخرطوم نكون وإياكم مستمعي ومستمعات الأفاضل قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. ناشطون إريتريون في أستراليا ينتقدون شركة دنكلي للتعدين. جدل حاد حول الهجرة في فرنسا. ورئيس الوزراء السوداني يصدر قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في فض اعتصام القيادة العامة. كانت مستمعي ومستمعات الأفاضل هذه نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة أرينا. متابعة طيبة أتمناها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. ها نحن سادتي نلتقيكم عبر إذاعتكم إذاعة إرينا الدولية من باريس، ويسرنا سادتي أن نكمل ما بدأناه من حديث مع المربي الجليل الخبير التربوي الأستاذ عبد الرحيم خليفة محمود، ليتحدث عن السيرة العطرة للمناضل الراحل محمد نسور الذي انتقل قبل أيام بمدينة كسلة، وهو من أحد الذين من قادة والذين عملوا في الحركة وبعد ذلك في جبهة التحرير، واعتقل في فترة الاستعمار الإثيوبي، واعتقل من قبل الطغمة الحاكمة في أسمرة لسنوات، إلى أن انتقل إلى جوار ربه بعد أن خرج من ذلك السجن، وقضى فيها أكثر من 7 سنوات تقريبا، وكان محكوم عليه 10 سنين. سنتحدث في الجزء الأخير من هذا اللقاء مع الأستاذ عبد الرحيم محمود. أستاذنا عبد الرحيم محمود، مرحبا بك في إذاعة إرينا. نحن توقفنا في موقف حرج لخليتكم في مدينة منصورة، فنكمل الحديث إن شاء الله. هذه إذاعة إرينا. نعم أستاذ أحمد، الموقف الحرج ده هو بالنسبة أنه دخلت الثورة إلى هذه المعركة من دون استشارة مننا، بينما العدو كان جاهز يعني تغيير اللي اسمه الموقع، ليس بتغيير إنما بحفر بعد الحفر ووضع السلوك والأخشاب الشوك مثلا على المخطط كان للدخول الأخ عثمان آدم الذي خرج من إلى الميدان من ماي وسن، أخذ البرينجان بتاعت المركز وطلع مع صديقه أحمد عبد الله أحمد. نعم. الذي استشهد عبد الله أحمد، الذي استشهد في معركة سابقة ما بينهم وبين الكابتن ياسين اللي كان بيخرج من سراياه إلى ماي وسن أو إلى بركة عامة يعني. أيوة. ففي المعركة السابقة كان سلب من يد عبد الله أحمد ساعة، فعثمان آدم. وعبد الله أحمد ده كان تابع للجيش الإثيوبي؟ لا، عبد الله أحمد خرج إلى الميدان مع عثمان آدم مناضل. كويس. طيب. وكابتن ياسين هو اللي سالب لأحمد. كابتن ياسين ده تابع لمين؟ لإثيوبيا. جميل. أوكي. نعم، لإثيوبيا.
فكابتن ياسين كان أخذ الساعة من يد عبد الله أحمد. في المعركة بيشاهدوا مين؟ يشاهدوا عثمان البطل عثمان. فكان ينوي، وبعد شهور التقوا مرة تانية في معركة كبيرة. فعايد يأخذ الثأر من هذا المجرم. أولا وقع قتل كابتن ياسين فيها معركة، في هذه المعركة، واستشهدوا معه 4 من الأبطال من الثوار مقابل كابتن ياسين 4 ثوار. تذكر أسماء أستاذ عبد الرحيم؟ أذكر منهم واحد حسين شاقي، اسمه واحد سبحان الله. حسين شاقي، المناضل حسين شاقي، و2 آخرين استشهدوا. وبعد حسين شاقي ده سوداني، يعني من أصول سودانية؟ لا، إريتري، ولا شاقي بس بيسمى يعني كناية في السويد. أيوة، وفي جعلي كمان وكده يعني. أيوة. فعثمان آدم أول ما وقع كابتن ياسين، كابتن ياسين راح يزحف، بيسموه في الحرب أو في الميدان يعني زحف كديس بيسموه. أيوة. يزحف، راح لكابتن ياسين وهو واقع، لم يأخذ الساعة فقط من يد كابتن ياسين، بل قطع اليد مع الساعة وأخذها. وهو راجع لم يعرفوا أصدقائه إنه هو زحف إلى كابتن ياسين. وطبعا فيها خطورة دي. فأصدقائه هم اللي جنوا على عثمان آدم. عثمان آدم ضربوه مع كابتن ياسين، وقع بعد ما قطع اليد وأخذ الساعة. يا الله. أوفى. أذكر في هذه، لم أنسى في هذه نقطة واحدة على عثمان آدم. هذه السيرة هذه بحكيها بمناسبة الرمز الحاج محمد نصور طبعا. فعثمان آدم كان طلب مني ختمة قرآن وهو في الميدان، فأنا أخذتها، بنسميه أبو جديد، خيطتها في خياط وعملت شنطة وحفظت عليها الكتاب وأرسلتها لعثمان في الميدان. نعم. يعني طلب الغالي رخيص بيقول طبعا المثل. نعم. أرسلت له هذه الختمة، فكان يقرأ القرآن في الميدان. وبعدها أوصى لأصدقائه إن مت أنا وبقيت حي، خذ هذه الختمة وأعطيها للأستاذ عبد الرحيم خليفة محمود. فهذا يبكيني، لم أعرف ماذا كان يقصد عثمان آدم. وجاء المصحف بهذه الرسالة، المصحف اللي أرسلت له أنا، أيوة، أعادها إلي. سبحان الله. فهذا تؤلمني. نعم. ويا ريت عرفت أهله، يا ريت عرفت ابنه، يعني عشان أواسيه وعشان أهديه. والمصحف موجود؟ المصحف أخذته وخطيته بنفس القياس، بنفس شو اسمه، نعم، الكيس، الشنطة. الشنطة. وخطيتها في المسجد، في مسجد منصورة، كنت بقرأ فيه وأنا يعني رحمة به، ويقرأ عليه إلى يوم الآخرة يعني. سبحان الله. نعم. والحمد لله. رحم الله الشهداء جميعا. نعم. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أستاذ عبد الرحيم، برضو واحدة من المواقف، قلت لي واحد من الخلايا، أعضاء الخلية حقك، نعم، يعني نعم. طلع في وضح النهار يعني. نعم. وحدثنا عن هذه البطولة. هذه بطولة خاصة برضو، يعني رمز لا يجب أن يذكر. أحمد، أشكرك على هذه النقطة. هذا الشخص هو محمد إبراهيم سعد. محمد إبراهيم سعد كان شهم، كان فحل،
كان شخصية مميزة صامتة لا تتكلم إلا للفائدة، سبحان. نعم. لا ينطق إلا للحق. فواحد يوم قال لي بعد ما سلينا الصبح، في أثناء ما عندهم هم فاضيين يعني الصبح بيسلوا معنا في المسجد، فقال لي يا أستاذ عبد الرحيم نحن مع النساء نعيش مع النساء، أريد أن أكون رجلا يا أستاذ عبد الرحيم. ماذا تقصد؟ أريد أن أخرج إلى الميدان. فلم أحبذ الفكرة، ولكن هو كلمته كلمة واحدة هي. في اليوم الثالث رفع بندقيته نهارا جهارا في الظهر والشمس حارة، رفع بندقيته وهو غير في عمل يعني ما مناوب أبدا، حامل السلاح. خرج من المركز وهو حامل سلاحه والشرطة تنظر عليه، وهو طلع وراه وجاني. وأنا كنت يعني يومها كانت عطلة، يوم الأحد كانت، ما عندناش مدرسة، وقابلني وقف معاي وقفة في الشارع بسلاحه ويقول لي أنا اليوم رجل يا أستاذ عبد الرحيم، وأنا طالع من أراد أن يتم ذكرني بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب يوم أن خرج من مكة. سبحان الله. قال لي قريش للمجرمين، قال لهم من أراد أن يتم طفله أو يرمل زوجته فليلحقني في الوادي، في ذاك الوادي. وخرج إلى المدينة فذكرني بهذه الإيش اسمه. خرج قال لي يا أستاذ من أراد أن يتم ابنه أو يرمل زوجته فليلحقني، وأنا ذاهب إلى ميدان الثورة، ميدان الرجال، ميدان النضال. وهكذا خرج محمد إبراهيم سعد، له الرحمة والمغفرة ولكل الشهداء. نعم. طيب، بالعودة إلى المناضل الشهيد محمد نسور، اعتقل في عهد الاستعمار الإثيوبي. نعم. هل كان في عهد الدرق ولا في عهد هايلة سلاسي؟ نعم. محمد نسور بعد سنين هو قادر زي ما قلت، وعاش في عذرده وخدم ما خدم مع الثورة. وأنا أخذت معانا برضو، واتهمنا وأخذونا إلى ورفعونا إلى نعم إلى المرتفعات. نعم. ليودونا إلى إثيوبيا، يبعدونا عن الثورة، عن الميدان، بحجة إننا نحن اللي نكون، نحن اللي نساعد، نحن اللي ندفع، نحن اللي نعيش الجبهة وما أدراك. أي نعم. والمهم ربنا لم يساعدهم عشان يرسلونا. أخذنا في أسمرة ما أخذنا، ومنها وزعونا إلى مناطق المرتفعات، لا ترجعوهم إلى المنخفضات. وقتها طبعا المرتفعات كلها بتعجمة تابعة لإثيوبيا وقتها. نعم. المديرات الشرقية والغربية هي الحروب اللي يجري فيها والثورة وما أدراك. فنحن رفعونا هناك وتوزعنا. نسور ده اتقبض ليه؟ استنى. في أسمرة لما وصلت أنا، أيوة، محمد نسور كذبوا عليه طبعا، وشوا به وانسجن بإثيوبيا بالجيش الإثيوبي. كويس. وأخذوه من عدرده إلى حقات، من حقات إلى كرن. وفي كرن بدأوا فيه معه في السؤال التحقيق. أيوة. في التحقيق رفض
أن ينطق بكلمة فعذبوه، عذب إلى درجة التعذيب، يعني الوصف اللي كان بيعذب به. كان بيجيبوا بأنواع الأسلحة منها المسدسات. فالكابتن اللي كان بيعذبه ويستوجبه كان بيعمل الإشراف، يقول له افتح فمك، يفتح فمه، بيدخل رأس المسدس، خشم المسدس ما بين أسنانه، ويعمل قعقعات على أسنانه، ويقول حأطلق عليك الرصاصة، أنطق بكلمة. أنت بتتعاون مع مين؟ أنت تودي التقارير إلى مين؟ تجيب المنشورات من مين؟ وهكذا كانت التعذيب. خرج منها سليما عفيفا غير قبل أن ينطق، مع أنه بيعرف اللي في الداخل واللي في الخارج واللي في الميدان. وفي حكومة الهجدف برضو تم اعتقاله. هذا عن بعد الشيء البسيط عن بطولاته من تعذيبه. أما التساؤلات شو اسمه إلى مكتب الشرطة، هذه فهي كأنها سنة، كأنها نزهة، كأنها نزهة. نعم. فبعدها المهم تطور الأمر، وراحت الجبهة من الميدان، خرجت عن الميدان، فأصبح محمد نسور بيحارب من قبل قبل ما تنسحب الجبهة الشعبية من الساحل، أصبحت تحارب محمد نسور، لأنه حاولوا عشان يجروه، يعملوه معهم، يستدرجون، يخدم لهم فلم يقبل، رفض، وعلى أساسها عادوه وأخذوا أمواله، بهائمه، البقر والخرفان والجمال. وهذه ده قبل ما يكونوا حكومة، هذه هم في الساحل. طيب بعد ما دخلوا، بعد ما دخلوا الجائزة الكبرى اللي أدوله، طبعا ناذل، كان مناذل كبير، كان عذب، كان عمل كل شيء لقضية إريتريا. الجائزة بعد التحرير أخذ بيسموهم شو اسمه، زوار الليل. جو في بيته. وين؟ في كرن. أخذوه إلى شو اسمه، وسجنوه، ودوه على الدخان، لا استغفر الله، حاكموه الحكم المعروف، الحكم السري طبعا. نعم. وكأنهم أعلنوا إنه أخذ 10 سنوات سجن. مقابل إيه؟ والتهمة؟ مقابل خدماته للجبهة. هذا ما نعرفها نحن تهموا. الجبهة الشعبية لا تخبر التهم طبعا. ولا تحاكم، ولا محاكم، ولا محاكم. وطلع طبعا منهار طبعا صحيا. فطبعا انسجن. فهو شجاع ومؤمن حقا، لم يأثر عليه. 10 سنوات كانت الحكم 10 سنوات، أخذ منها 7 سنوات. فأخلاقه ووطنيته، هم عارفين إنه وطني، وفي السجن كان وطني بيدرس الناس، يوعي الناس بالوحدة، وبإنه إريتريا لا تستطيع أن تعيش من دون توحد وطني المهم. طيب بعد ما خرج من السجن ورجع إلى كرن، وقعد في كرن. لم يقادر الوطن أبدا. متى توجه إلى السودان؟ لم يتوجه، أخذوها أبناء عشان للعلاج فقط. وإلا يعالجوه، يقول لهم كرن، يرجع كرن. في الأخير
لما راح هناك وتعب، وطبعا قعد كان على كرسي. ايوه مسكين يعني. بعدها قالوا له خلاص مع ايش اسمه هذه ما لازم تثبت تحت الرعاية طبعا في كسلة، وتوفى رحمه الله وأوسع له هنا يعني هناك فسيح جناته إن شاء الله. هذه إذاعة إرنا. نحن نترحم على كل الشهداء وكل الأبطال الذين يعني قدموا أغلى ما يملكون، حياتهم يعني ومستقبلهم. أنا والله باسم كل المستمعين أشكرك أستاذ عبد الرحيم. قصرت شيء إنه كيف كان يعني بعد ما أنا دخلت أسمرة كان بيجيني في أسمرة ينزل على بيتي، وكان حضوره كلها كانت للقضية. من أعماله الجليلة في الأخير نعم يعني بدأ يجند الرجال الكبار، الموظفين الكبار في أسمرة. شوف الجراءة وشوف الإيمان والمقدرة. ده في عهد الاستعمار؟ لا، فعلا نعم في عهد الاستعمار. نعم. فجند من جندهم أذكر الجنرال زرع مريم والشيخ حامد فرج والوزير عمر حسن رحمة الله عليهم. نعم. هذيلا كلهم جندهم في مكاتبهم ويأخذ منهم الاشتراكات لقضية الوطن. نعم سبحان الله. فانظروا إلى هذه العظمة. نعم. وإلى هذا الرمز. كان رجل شجاع ووطني. هذا بعد ما جند المديريات، مديرية غردات ومفتش غردات ومفتش تسني وكرن مديرية كرن وما أدراك، هذه كلها كانت بتمشي على أصبعه. رحم الله الشهيد البطل الحاج محمد نصور، ورحم الله كل شهداء الثورة، وإن شاء الله يعني الفجر قريب. شكرا لك المربي الجليل الخبير التربوي الأستاذ عبد الرحيم خليفة محمود لحديثك لحلقتين في إذاعة إرنا الدولية. أعزائي المستمعين، كنت معكم أحمد شريف في إجراء هذه المقابلة مع تحايا زملائي فتحي عثمان وبنيام سمعون. تحياتنا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة إرنا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مجددا، وفيما يلي أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. ناشطون إريتريون في أستراليا ينتقدون شركة دنكاليه للتعدين. أكد الناشطان الإريتريان المقيمان في أستراليا الأستاذ محمد عمر والأستاذ صالح عبد الرحيم لإذاعة إرينا بأن الإريتريين ينتقدون بشدة شركة دنكاليه الأسترالية والعاملة في مجال التعدين في محيط منطقة كلولي في ضواحي منطقة بدة بإقليم جنوب البحر الأحمر. وقال الناشطان بأن الشركة تمارس التعدين دون مراعاة حق الشعب الإريتري في معرفة أرباحها ونشاطها، إضافة إلى استخدامها للسخرة عبر تشغيل مجندي الخدمة الإجبارية. جدل حاد حول الهجرة في فرنسا. تشهد فرنسا هذه الأيام جدلا حادا حول أزمة الهجرة في البلاد، واتهم أعضاء في حزب الرئيس إيمانويل ماكرون بانحيازه إلى الأطروحات اليمينية فيما يتعلق بالهجرة، وذلك بعد إبدائه لتشدد واضح حول قوانين الهجرة التي يؤيدها. وأخيرا، رئيس الوزراء السوداني يصدر قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في فض اعتصام القيادة العامة. أصدر رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك قرارا حكوميا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة، والتي حدثت في 3 من شهر يونيو الماضي. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. بهذا الخبر مستمعي ومستمعات الأفاضل، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية موجز نشرتنا لهذا اليوم. وقبل الختام أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicarena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم مستمعي ومستمعات الأفاضل في حلقة جديدة من برنامج المتابعات الأسبوعي، لكم من زميلي أحمد شريف ومني محدثكم فتحي عثمان، ومن زملائي في الإذاعة في باريس أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وفي حفظه.
هذه إذاعة إرنا.